السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلم خروج الدود من الجسم. حلم الدود الأبيض والدود الأسود في المنام. إن رؤية الدود في المنام بتعني وجود مجموعة من الأعداء. أما إذا شاهدت في منامك ظهور الدود الأسود في المنزل فإن هذه الرؤية بتعني وجود مجموعة من الأعداء. أما إذا رأيت في منامك خروج الدود من منطقة الدبر فإن هذه الرؤية بتدل على الأحفاد، وعدد الدود هو عدد الأحفاد. أما إذا رأيت أن الدود يخرج من فمك فدل ذلك على الكذب والخداع، وبتدل أيضا على أن الرأي يخوض في أعراض الآخرين. أما إذا رأيت في منامك أن الدود يخرج من منطقة العين دلت هذه الرؤية على الحسد والحقد، ولكن خروجه يعني التخلص من الحسد والحقد. أما رؤية خروج الدود من منطقة الأذن بيعني وجود الكثير من المشاكل في حياة الرائي بسبب الأشخاص المحيطين به، وبسبب الشائعات والكلام الكذب الذي يقال عنهم. أما رؤية دودة القز في المنام هي من الرؤى المحمودة، حيث أنها بتدل على خير كثير من قبل زي ترقية في العمل، أو بتدل على النجاح في الدراسة لو سواء كان طالب. وقيل في بعض المواضع أن دودة القز قد ترمز إلى المال الحرام. أما رؤية الدود الأحمر في المنزل بتدل على شر ومشقة كثيرة لأهل المنزل. أما إذا شاهدت في منامك دود لونه أخضر فإن هذه الرؤية بتعني الزواج سواء للشخص الأعزب أو الفتاة العزباء. رؤية الدود يأكل من لحم الرائي بتدل على أن أبنائه والأشخاص الذين يعملون معه يقومون بسرقة ماله. أما رؤية وجود مجموعة من الديدان في فراش الرائي بتعني أن الشر يأتي من ناحية أبنائه. أما رؤية تناول الدود الأبيض فبتدل على النفاق والرياء في حياة الشخص الرائي. رؤية الدود الأسود بيدل على الحقد والحسد من قبل الأشخاص المحيطين به ومن الأقارب أو من الأبناء. منام الدود الأسود دل ذلك على أن هذا الشخص يتعرض إلى العديد من المكائد المفتعلة ومن المشاكل الكثيرة من قبل الأشخاص المحيطين به. أما إذا رأى الدود الأسود ينتشر في بيته دل ذلك على أنهم يحاولون أن يأخذوا شيء غالي منه وقريب لقلبه. وبترمز رؤية الدود الأسود في المنام إلى العين الحسودة وكثرة الشرور والخبث والأعمال الباطلة. وبيقال أن رؤية الدود الأسود بتدل على الطاعون والابتلاء والمتاعب النفسية والصراعات والتطاحن بين الناس. والدود الأسود بيشير إلى المرض وكثرة المشاكل. وبتكون هذه الرؤية أيضا معبرة عن قدوم الفرج وتبدل الحال وانتهاء هذا الوضع السيء. إذا رأى الشخص أنه يحمل دود أسود في جيبه دل ذلك على أنه يقوم بإنفاق المال الخاص به في الكثير من الأشياء المحرمة. بيدل أيضا هذه الرؤية على أنه يقوم بإسراف نقوده في الأشياء التي سوف تجلب له الشر. أما إذا رأى أنه يدخل الدود الأسود لبيته فدل ذلك على الغفلة وضيق الأفق ومساعدة من يدمرون له حياته. والدود الأسود في البيت بيدل على الحسد والحقد والعين التي تؤدي إلى الخراب لأهل بيته. وتشير هذه الرؤية كذلك إلى القول المذموم والشهادة الزور التي تقال بحق أهل هذا البيت. يشير قتل الدود من الشعر إلى تعرضه للمحن والأزمات بسبب تراكم الهموم والأحزان على حياته. وقتل الدود والتخلص منه من الشعر بيرمز إلى إنها بيكون الإنسان مقصر في العبادة لربه ومهتم بأشياء غير مفيدة، وسوف يندم على ما يفوته من تفويت للصلاة أو غفلة عن دينه. تفسير حلم خروج الدود من فتحة المهبل للحالمة بيرمز إلى قرب موعد الولادة وسوف تكون سهلة وميسرة إن شاء الله. أما خروج الدود من فتحة المهبل في المنام للنائمة أيضا بيدل على انتهاء الأزمات التي كانت تحدث لها بسبب الحمل، والتي كانت تؤثر على زوال الاكتئاب التي كانت تشعر به. تفسير حلم خروج الدود مع البول بيرمز إلى انتهاء الأزمات الصحية التي كانت تؤثر على حياته في الفترة الماضية. وبنقول كمان ان خروج الدود مع البول في المنام الحالمة بيدل على زوال المتاعب والهموم التي كانت تحدث لها بسبب المشاكل المتكررة التي كانت تحدث مع أقاربها ورغبتهم في تعثر حياتها حتى لا تكون الأفضل، والله أعلم. إذا رأى الشخص أن الدود يخرج من فمه دل ذلك على أن أهل بيته يخططون من أجل أن يقوموا بتعرضه للأذى. وبتدل هذه الرؤية أيضا على أن الشخص سوف يقع ضحية للخديعة وللكلام المعسول. أما خروج الديدان من فم الرائي في الحلم دليل على سقوطه في فخ المكر والنفاق.
ورؤية الدود يخرج من الفم دليل على أن الرائي سيقع في صدمة اتفاق أفراد أسرته عليه بغرض أذيته، ولكن الله سبحانه وتعالى سوف ينجي. خروج الدود من اليد اليمنى. من رأى اليد اليمنى في منامه دل على إنجازاته ونجاحاته. وقال أحد الفقهاء إن اليد اليمنى تعني خروج الصدقات ومساعدة المحتاج والقيام بأعمال خير كثيرة لوجه الله. من يرى الدود يخرج من يده اليمنى فهذا يدل على خروج همومه وأحزانه. ولو قام الحالم بغسل يده بعد خروج الدود منها في الحلم بنقول هذا بيأكد الله سيمن الله عليه بإزاحة المرض عنه وشفائه في القريب العاجل. وقد يرمز خروج الدود من اليد اليمنى إلى السعي في الخير والإنفاق في سبيل الله والتصدق على الفقراء. وأكد ابن سيرين أن رؤية الحالم ليده اليسرى دليل على الخسائر والفشل وأحداث سيئة ومحزنة كثيرة جدا ستصيب الحالم. فرؤية اليد اليسرى بشكل عام دليل على خراب أو المشاكل. أما في حالة خروج الدود من اليد اليسرى، والدود الخارج من اليد اليسرى بيدل على ضيق الأحوال المادية زي الشح والله أعلم. كمان بنقول إن خروج الدود من اليد بيدل على التبذير وعدم الاهتمام بإدارة الأموال بأمر مظبوط. تفسير حلم خروج الدود الأبيض من الجسم. بتقول رؤية الدود الأبيض إلى وجود أصدقاء منافقين يحوطون بالحالم ولا يظهرون له خبثهم، لذا عليه اليقظة وعدم إفشاء أي سر أمامهم كي لا يسمح لهم بأذيته. وإن خرج هذا الدود من المرأة الحامل فهو دلالة سعيدة على إنجابها في أقرب وقت. وبتعبر الرؤية عن صلاح الحالم في أيامه القادمة والقدرة على العيش في رخاء وسعادة دون أن يؤذيه أي شخص من أعدائه سواء كان من أصدقائه أو من أقاربه. أما تفسير الحلم إن الدود الأسود يخرج من الجسم، لا شك إن الدود الأسود مشهد غير سعيد حيث بيقول إلى اقتراب أشخاص تسعى للإضرار بالحالم في بيته وفي عمله من خلال المكائد والمؤامرات، وهذا بسبب الغيرة الشديدة منهم. وهنا عليه أن يحذر من المكائد بالدعاء والالتزام بالأذكار حتى يحصن نفسه جيدا منهم. تفسير حلم خروج الدود من الأسنان في المنام لابن سيرين. من يرى في منامه أن الدود يخرج من أسنانه قد تحتمل أن تكون والله أعلم بشارة وعلامة أنه محاط بأشخاص مخادعين. حلم خروج الدود من الأسنان ولله العلم ربما تعني أن تكون إشارة الحيطة والحذر من المقربين منهم. عند رؤية خروج الدود من الأسنان قد تحتمل أن تكون والله أعلم بشارة وعلامة على أن الشخص يخوض في أغراض الناس وعليه التوبة. تفسير حلم خروج الدود من جسم الميت. من رأى في منامه أن دود يخرج من شخص ميت قد يحتمل أن تكون بشارة وعلامة على حدوث الكثير من الأزمات والمشاكل. حلم خروج الدود من شخص ميت قد تحتمل أن تكون علامة على الشر والمشاكل التي تحدث للشخص الرائي. عند رؤية انتشار الدود على قبر شخص ميت وخروجه من جسده قد تحتمل أن تكون والله أعلم بشارة وعلامة على الذنوب والمعاصي التي يقوم بها. حلم خروج الدود من الميت هي من الأحلام السيئة للغاية التي تدل على الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.